منتخب مصر هيلعب مع استراليا. الحقوا، ده هيبقى يوم الجمعه 3 يوليو الساعه 9 بالليل، ومن ساعتها بسبب الميعاد ده المنتخب المصري بيتعرض لاكبر صرم الكتروني. بس سيبك انت بقى من الكوره وتعالى نتكلم في المفيد. انت عارف يوم 3 يوليو ده بيفكرهم بايه وينكد عليهم؟ في نفس اليوم 3 يوليو بس سنه 2013 كان في ماتش تاني خالص تررم، بس كان من غير كوره تررم. ده اليوم بقى اللي طلع فيه المستشار عدلي منصور رئيس مؤقت بعد بيان 3 يوليو التاريخي اللي القاه السيسي لما كان وزير دفاع. قعدوا بقى اللمه الحلوه معاه على دكه البدلاء وعزلوا الخرفان بعد مهله ال 48 ساعه. واللمه الحلوه طبعا اللي كان فيها شيخ الازهر والبابا والمعارضه، كله كان حاضر في الاستاد. يعني من الاخر 3 يوليو ده بشرة خير وتغيير خطه رسمي في تاريخ مصر، ويوم شوق مع الجماعه اياهم، الجماعه المنكوحه اولاد المرأة الوزه. فهل جمعه 3 يوليو اللي جاي الساعه 9 بالليل منتخبنا هيعملها مع استراليا ويخلي الجماعه اياها تاكلهم تاني عشان تبقى ضربتين في النيه؟ 3 يوليو 2013 و3 يوليو 2026، ويا رب كتر فرحنا وعلى قد ليتنا ادينا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات توقعاتكم للماتش عشان تفكر غيرك، وما تنسوش تخشوا على صفحتي وتتابعوا ضروري علشان تشوفوا الحلقات اللي بتنزل كل 3 وجمعة. بس كده؟ لا، شيرها له.